جهز نفسك يا ابو السيد عشان هاخدك ونطلع القمر زي امريكا. وهنطلع فوق ازاي ان شاء الله؟ بالمترو؟ ابو السيد اي حد يقدر يطلع القمر، حتى شوف. يا اخي ما تعصبنيش عليك، وطي هات المخدة علشان بسند عليها. بطلوا تستخفوا بعقول الناس. هي اللي تنشل. امريكا سنة 1969 قررت تعمل اول رحلة للقمر، وقت ما احنا كنا لسه بنجيب لبن سايب من عند البقال، هما كانوا بيجيبوا تراب من القمر الكيلو. العلم كان بيتحرك على القمر ومفيش هوا فوق. الحقيقة يا ابو السيد ان العلم كان معمول على عمود معدني على شكل ال، فلما اتغرز واتهز اهتز، وده بسبب حاجة اسمها العطالة نرشة. العلم فضل يهتز اكتر من الطبيعي. اللي انت شفته حصل مع العلم فوق ده يبقى فيزياء سنه اولى ثانوي. وكده يا ابو السيد كان السوفييت اول ناس هيفضحوهم. ليه؟ لانهم سجلوا اشارات الراديو اللي جايه من المركبه ايجل اللي فوق سطح القمر. الاتحاد السوفيتي وقتها كان بيراقب كل نفس بيتسحب من امريكا، يعني مش بس شايفين، لا دول سامعين كمان. ومع ذلك لما الامريكان قالوا احنا على القمر محدش فيهم كده، بقى متفقين مع بعض يا بيه. الروس وقتها استغربوا وقالوا لك ايه في سمارت مان امريكا فريد. طب خد عندك سؤال وهيحرجك يا ابو العريف، ازاي عدوا من طبقة الاستراتوسفير دي وما ماتوش؟ دي مش استراتوسفير يا ابو السيد، ده اسمه فان الين راديشن بيلتس، حزمه اشعاع حوالين الارض. اللي حصل ان المركبه عدت بسرعه عاليه وفي مسار محدد علشان ياخدوا اقل جرعه اشعاع ممكنه، يعني مش رايحين يعملوا باربيكيو هناك يا ابو السيد. نيل ارمسترونج اول ما وطأت رجله على القمر قال That's one small step for man, one giant leap for mankind. خطوه صغيره للانسان، قفزه كبيره للانسانيه. انا بصراحة شايفها كانت قفزة كبيرة، بس على دماغنا احنا. قفزه ايه اللي على دماغك يا سيد؟ ده اول انسان يطلع القمر. طيب والصور اللي صوروها فوق وما كانش فيه ولا نجمة واحدة توحد ربنا؟ شوف ادي الدليل كله فوتوشوب ومتفبرك يا ابو العريف. الصور فعلا اللي داخل القمر يا ابو السيد منوره وما فيهاش ولا نجمه، بس عارف ليه؟ الكاميرات كلها كانت متظبطه على ضوء الشمس الساطع المنعكس من سطح القمر. ده بيبقى اسمه التعريض اكسبوجر، زي ما بتصور بفلاش في اوضه ضلمه ووشك بيبان والنجوم الخلفيه بتختفي. يبقى ده مش فوتوشوب يا ابو السيد، ده اساس التصوير الضوئي. ناسا رجعت لنا بحوالي 380 كيلو تراب وصخور من القمر. يا عم دول هتلاقيهم جايبين 2 متر رمل من رمضان الموان وهم حللوهم عشان رمضان مغلواني شويه، انا عارفه. العينات اللي رجعوا بيها من القمر وحللوها لقوا فيها لونر جلاس فيروز، تراب زجاجيه دقيقه جدا اتكونت من اصطدام النيازك، مش موجود منها على الارض. ومعامل في اليابان والمانيا وبريطانيا حللوا العينات ديت، يعني حتى رمضان الموان بتاعك يا ابو السيد مش هيعرف يزورها. في سنه 1972 يا سيد مفيش بشر طلعوا القمر تاني. شفت او اتفضحوا، خلص الفيلم وما عرفوش يعملوا جزء تاني. الجزء التاني يا ابو السيد ممكن يتعمل في اي وقت، بس دلوقتي برنامج ارتيمس شغال عشان يرجعوا من جديد. الحقيقه ان برنامج ابولو كلف امريكا بالظبط 25 مليار دولار بمقام 150 مليار من دلوقتي. الشعب الامريكي قال لك الفلوس للارض مش للقمر. فيلم ولا رحله؟ احنا ايه اللي استفدناه؟ مالنا ازاي يا ابو السيد؟ ده بالعلم طلعوا القمر، الامريكان نزلوا القمر فعلا. بس يا ابو السيد لو لحد دلوقتي انت مش مصدق، ده مش معناه ان العلم كذاب، ده معناه ان انت محتاج تذاكر فيزياء كويس جدا. العلم مش مؤامره، العلم مؤلم، بس لما يوريك ان غيرك سبقك وانت لسه بتحل في فاتوره النت. الفرق الوحيد ان هم سابوا اثار اقدام على القمر، واحنا بنسيب اثار اصابعنا في حاجات تانيه.